يا ترى كم مرة اتكهربت من الأجهزة في البيت؟ أو حتى صاحبك حكالك إنه اتكهرب، أو أطفالنا اللي عندهم حب استطلاع لبراز الكهرباء ولازم يلعبوا فيها. طب إزاي نتجنب المشكلة دي في البيت ونحمي نفسنا وأطفالنا؟ تعالوا معايا. الصعق الكهربي بيحصل بطريقة مباشرة، وهي مثلا لمس أسلاك الكهرباء، عشان كده بندفنها داخل الجدار. وطريقة غير مباشرة زي إن يكون في سخان أو غسالة مثلا بتكهرب، ففي الحالة دي هنحتاج مفتاح اسمه ايرث ليكج سيركت بريكر أو مانع التسريب الأرضي. فكرة عمل المفتاح ده إنه بيقارن بين قيمة التيار الداخلة والخارجة منه، فلو حصل أي اختلاف بينهم فده دليل على إن في تسريب خارج المسار اللي المفروض يمشي فيه، فيقوم فاصل الكهرباء. طب هو بيفصل عند اي فرق ولو بسيط للتيار؟ لا، هو بيفصل عند حساسية معينة، ودي اللي على اساسها بتشتريه. يعني مثلا اشهر قيم حساسية ليه هي الخمسة ملي امبير، ودي للاجهزة الحساسة جدا والغالية، وبالتالي سعره نفسه غالي. وفيه ال30 ملي امبير، وده اللي بنستخدمه في البيوت. عارفين ليه؟ لان جسم الانسان عند 10 ملي امبير يبدأ يحس برعشة بسيطة كده، وعند 30 ملي امبير يبدأ الألم يزيد، ومن 50 ل 100 ملي امبير الصدمة تبقى كبيرة وبنسبة كبيرة هتموت. أكبر من القيم دي بقى هتتفحم، عشان كده بنستخدم ال 30 ملي امبير. طيب ده بنروح للراجل نقول له هات مفتاح ايرث ليكج 30 ملي امبير بس؟ لا، ال 30 ملي امبير دي زي ما قلنا الحساسية بتاعته اللي بيفصل عندها، انما بنختاره على اساس حاجة كمان وهي الامبير. واشهر قيم للامبير هي ال 25 وال 32 وال 40 وال 63، وطبعا كل ما زاد الامبير زاد السعر. طيب ازاي بنوصله في اللوحة؟ تعالوا نخش جوه اللوحة بتاعتنا ونشوف. بيتوصل على التوالي مع القاطع الرئيسي في اللوحة، زي كده بالظبط. القطع الرئيسي جاي له الكهرباء والنيوترال، هنخرج منه نروح على الارث ليكج بالكهرباء والنيوترال، هنطلع بالنيوترال على البارة بتاعته، ونكمل باللاين نغذي بقية المفاتيح اللي عاوزين نحميها. وبكده في قاطع قبل الارث ليكج وقاطع بعده، عشان يحمي من التيارات العالية او التحميل الزائد لو حصل عطل او حاجة. وبكده لو حصل اي تسريب في الغسالة مثلا يحس بيه على طول ويفصل الكهرباء. وبكده تقدر تحمي نفسك واهلك واجهزتك في البيت. وعشان تكون في امان اكتر اعمل اشتراك للقناة علشان تستفيد بكل اللي جاي، وساعد ان الفيديو يوصل لغيرك. السلام عليكم.